عارفين المثل اللي بيقول يا ما دقت عروس طبول؟ اهو المثل ده اتعمل مخصوص عشان نحن جيل الثمانينات والتسعينات. فاعمل لايك وشير لي الحلقه واكتب لي في التعليقات انت من اي جيل عشان نطبطب على بعضينا ونعرف من هنا من جيل الابطال. نعم احنا جيل الابطال وجيل استثنائي كمان، وده لاننا شفنا كوارث وازمات تشيب قبل الاوان. ما يغركش منظرني، فوانا قاعده قدامك كده هتديني 17 18 سنه انا عارفه، بس لو دخلت جوايا وشفت نفسيتي مش هتديني اقل من 70 80 سنه. فاحنا الجيل اللي اتصنف على انه الاتعس على الاطلاق، وده مش كلام، ده دراسه علميه اتعملت علينا، وانا واحده من الجيل ده وماشيه بدواء الاكتئاب. وده مش ضعف ايمان، لا والله، انا اكتر واحده ممكن تلاقيها عندها ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وما زلت، واكتر واحده كانت فرفوشه، بس الطبول اللي دقت على الرؤوس لا يتحملها انسان. وانا هنا مش جايه اتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن جيل كامل اتفرم في الحياه واتسفلت به الطريق. واسالوا زملائي وزميلات، صح يا عيال؟ فاعمل كوبايه ليموناده، لا كوبايه ايه، دورق، عشان نعد كوارث وازمات اللي اتعرض لها الجيل بتاعنا. ويلا بينا على الاكشن. تبدا الثمانينات ب 1880 مليون مصري يرجعوا من العراق، وده لان الحرب قامت بين ايران والعراق. حرب استمرت 8 سنين، خسرت فيها العراق 452 مليار دولار، وخسرت ايران 645 مليار. ما هذه الدولارات اراك تخسر من مال امك. 1882 مجازر اسرائيل في فلسطين، واللي استمرت 6 سنين، واللي كان اشهرها مجزره صبرا وشتيله. واحتلال الكيان لجنوب لبنان. 1992 حرب الخليج الثانيه، العرب المسلمين بيقتلوا بعض يا جدعان. حرب مات فيها 4000 مواطن و100,000 عسكري، ودمروا 752 بير بترول. انتوا مش بس بتقضوا على الحاضر، ده انتوا كمان بتشوهوا المستقبل. فمش عويل اللي بيحصل فينا دلوقتي. وده لما صدام قال ان الكويت بالبترول اللي هي عايمه عليه ما هي الا محافظه صغيره من محافظات العراق ولازم تنضم لها. وقامت الحرب اللي خسرت فيها الكويت 92 مليار دولار، ده غير 25 مليار بنيه تحتيه. ورغم الدولارات اللي خسروها والناس اللي موتوها وابار البترول اللي حرقوها، ما انضمتش الكويت للعراق، وطلعت العراق هي كمان مديونه للكويت ب 52 مليار دولار. والعراق اللي كانت بتفطر وتتغدى وتتعشى لحمه انضمت لبرنامج النفط مقابل الغذاء. يعني تدينا نفط يا عراق نديك غذاء. غشيم وتستاهل يا صدام رغم حبي ليك. دول دولتين عايمين على البترول وعندهم فراغ، احنا من نحن؟ اقول لك ما الحرب دي خسرتنا 500 مليون دولار كانوا بيتحولوا من بره، لما قعد 150 الف مصري من الكويت و400 الف من العراق. ودول اللي منهم ابويا اللي رجع بالغساله والخلاط واتقفلت حنفيه الدولارات لما انا شرفت على الدم. مش بقول لكم جيل المنحوسات؟ يا سلام يا دودو، دايما ظلمه نفسك كده. المشكله مش فيك انت، شمعه منوره. دي حروب قام بها الانسان، يعني وزة شيطان. هقول لكم مصر يحصل فيها زلزال ليه؟ دوله طول عمرها ثابته ومستقره، لا عمرها حصل فيها زلزال ولا اتصنفت على انها مناطق زلازل. يحصل فيها زلزال ليه؟ وده مش اي زلزال، ده زلزال قوته 5.8 ريختر، يعني زلزال مدمر. وده في سنه 1992، وبقى هناك 8000 بيت منهارين، 50,000 مشردين، 550 قتيل، و12,000 مصابين. واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم في ال90. بلاش دي، البقر يتجنن ليه؟ حيوان هادي رزين جاله جنون على ايدينا، وبقى اللي ياكله يجيله هلاوس وفقدان في الذاكره وعدم اتزان، ويموت هو كمان لان المرض ما كانلوش علاج. بس الحمد لله خلصت التسعينات بحروبها وزلازلها وجنونها، والحمد لله هندخل على الالفينات واللي بيصبر ينون، بس ده في الاخره. وده لان العالم هيتشقلب حاله اكتر واكتر. فالعالم قبل 2000 حماده وبعد 2000 حماده تاني خالص. أمريكا أعلنت الحرب على العالم كله، وده لما انضرب البرج التجاري بتاعها في أحداث 11 سبتمبر 2001. ده لو ما كانتش هي اللي ضرباه عشان تتهم طالبان وتدخل تحتل أفغانستان وكمان يتحقق مرادها وهو احتلال العراق. وده اللي بوش عمله بالفعل في 2003، وقال إن العراق على علاقة تنظيم القاعدة، وإن هي ورا أحداث 11 سبتمبر. كمان العراق الوحشة عندها أسلحة دمار شامل، فكل وشه للحيط ويرفع ايده لفوق عشان أنا هدخل وأفتش بنفسي. فالعراق قالت لك فتشني فتش والنبي تفتشني. ودخلت امريكا العراق، ورغم انها ما لقتش لاسلحه دمار شامل ولا كامل، الا انها فضلت قاعده في العراق وقالت لك اللي عايز يخرجني يفرجني. اما انتوا سهل استغفالكم بشكل يا عرب، انتوا صدقتوا ان انا جايبه دباباتي ومدرعاتي وقطع المسافات دي كلها عشان افتش؟ طب انا كنت بعت الخبراء بتوعي، ده انا جايه عشان اجيب ضلافها. وده لان العراق كانت اقوى جيش في المنطقه ودوله عايمه على البترول. كمان زعيمها كان اقوى زعيم في الشرق الاوسط، وطول الوقت بيهدد في الكيان. وانا ولا عاش ولا كان اللي يهدد الكيان وانا موجوده، ده انا ماما
الكيان يلا، ودمرت العراق وفككت جيشها وقتلت زعيمها على مرمى ومسمع من زعماء العرب اللي قدموا صدام حسين كبش فدا. بس ربك منتقم جبار، وكما تدين تدان. وزعماء العرب اتذلوا واتزالوا من الحكم، ومنهم اللي موت ابشع من صدام في الخريف العربي. 2003 والحرب لسه بادئه في العراق، الصين ظهر فيها السارس، وده مرض ملوش علاج فكان بيموت على طول. 2006 انفلونزا الطيور، وبعد ما كان بيتقطع نفسنا ورا الفرخه عشان نذبحها وناكلها بقينا بنجري منها لان الفيروس كان بيتنقل للانسان، ونص اللي اتصابوا ماتوا. كانت ايام سودة، كنا في المدينه الجامعيه وما كانوش بيطبخوا غير الفراخ فكنا مقضيينها عيش حاف. 2009 انفلونزا الخنازير، ودي كانت سريعه الانتشار جدا ومات فيها 250,000 انسان. يبقى كده السارس وجنون البقر وانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير، ناخد هدنه شويه من الفيروسات يعني هنرتاح، ودي تيجي واحنا موجودين. ده احنا جيل الاكشن. انا قلت ناخد هدنه من الفيروسات لكن لسه مكملين في الكوارث والازمات. ده احنا داخلين على 2011 يعني الخريف العربي والوطن كله هيولع، وثورات في مصر وسوريا والسودان واليمن وليبيا والعراق والجزائر. كل ده عشان يهدوا الحكومات والبلد تبقى فوضى لداعش والجماعات، وبعد كده يجوا هم يحطوا ايدهم على الممتلكات. ما هي دي حروب الجيل الرابع. ما احنا مش هنلوث ايدينا ونشوه سمعتنا ونصرف ونكلف، احنا هنهد البلد واحنا قاعدين في المكيف، نخلي الشعوب هي اللي تخلص على نفسها بنفسها ويقتلوا بعض باسم الدين. هنجيب شويه ناس نديهم فلوس يكفروا الشويه التانيين ويخلصوا على بعض والبلد تتخرب ونستلمها خربان، ويتنفذ مخطط الخريف العربي الا في العصيه الابيه ام الدنيا. وده لان المصريين عندهم استشعار عن بعد ضد اي خطر، فالمحتل يصرف دولارات علشان يوقع ما بين المسلمين والمسيحيين، ما بين الاخوان وغير الاخوان، وفعلا يقعوا ببعض. فيجي المحتل يدخل بالخطر، الجين المصري يشتغل والخلافات تدوب ويتحدوا مع بعض، وهنا يخسر المحتل دولاراته وتفشل مخططاته ونقضي على الارهاب، وهوب هتشتغل عجله التنميه. تيجي كورونا توقف العالم كله في 2020 واتحبسنا حبسه سودة ومات 7 مليون انسان، وكنا مفكرينها نهاية العالم وعمرنا ما هننجو من الموت. بس ربك ده كبير، وتنتهي كورونا وبدل ما الإنسان يحمد ربنا إنه طلع من الموت ويتهد ويقعد، أبدا ما يبقاش إنسان عشان يولع العالم تاني بحرب أوكرانيا 2022 وتولع معاها أسعار الطاقة اللي ولعت في أسعار الأكل والشرب والسكن، وبقى في سباق ما بين المرتبات والأسعار، بس سباق ظالم لأن المرتبات وقعت اتكعبلت رجلها أما الأسعار مكملة في التراك لوحدها. وتيجي 2023 حرب غزة وسيطرة الحوثيين على مضيق باب المندب عشان إيرادات قناة السويس تقل 40%. 2026 حرب أمريكا وإيران عشان الأسعار تولع كمان وكمان. ارحمونا حرام عليكم، عندنا عيال عايزين نربيها والعمر ما عادش فيه بقية، جبتولنا اكتئاب. ودي دراسة علمية اتعملت أثبتت إن الاكتئاب عند جيل الثمانينات والتسعينات أعلى ب70% من أي جيل تاني. بس احنا ولا يهمنا الاكتئاب، احنا ابطال. تدري ليش؟ لاننا لسه صامدين ومكملين، واوعى تصدقوا ان احنا منحوسين، لان النحس الحقيقي واللي بجد انك تتحرم من الجنه ويبشروك بالنار. فرغم الحروب والكوارث والازمات والزلازل والفيروسات الا ان انت بتملك الدنيا بحذافيرها. والله، وده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أصبح معافا في بدنه آمنا في سربه لديه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والأهم من ده كله إن الدنيا بحلوها ومرها وقرفها وحرها فانية، يعني مرحلة وهتنتهي، والآخرة خير وأبقى. تصديقا لكلام المولى عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فاعقلها كده واتق الله واعمل لآخرتك، لأن هي دي دار البقاء واللي هتستقر فيها للأبد. وخد بالك تكون منحوس في الآخرة، لأن احنا مسحورين. والله الدنيا دي سحرنا كلنا ومشينا وراها في الطريق الخطأ، ومخلينا نزرع ونبني ونعمر في دور مش دورنا، وسايبين الطريق الصح اللي هو طريق الآخرة خراب، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فخد بالك تكون منحوس في الآخرة.